اعملي مع نفسك يا حبيبتي، اشتغلي على نفسك مش على اي حد. طول الوقت هنقابل ناس سواء بتبسطنا او بتضايقنا، بتحرجنا، بتسعدنا، ايا كان نوع الناس دي. المتلقي للناس اللي بره هو الشخص مش البني ادمين. يعني ما ينفعش استنى من الشخص المعاملة الكويسة علشان انا اكون كويس واقول انا كده بقى متعايش صح. وما ينفعش استنى اقول الناس دي بتعاملني وحش فانا نفسيتي هتبقى وحشة بسبب الناس دي. لا، انا المتلقي لافعال الناس. وده دايما بنقوله يا جماعة. الناس ما هما يعني مش هيبقى في ليهم تأثير عليك الا لو انت سمحت ليهم ان هم يأثروا عليك بس. لو الناس هتأثر عليا بشيء سلبي او ايجابي، انا اللي سمحت لك ان انت تأثر عليا. شخصيتي الضعيفة المهزوزة هي اللي خلت كده. يعني لما انا اكون في فترة امتحانات، طبيعي انا ابقى عارف شخصيتي كشخص، بتوتر، بتضايق، بزعل وقت الامتحانات. طب اعمل ايه عشان اخرج من ده؟ اتكلم مع نفسي، هو انا محتاجة اعمل ايه في الوقت ده؟ انا محتاجة وفاهمة ان انا محتاجة السعي، ان الله عز وجل امرني بالسعي. طب السعي ده بيقول ايه؟ ان انا اذاكر، اعمل ملخصات، اعمل مراجعة ليا، احل كذا احل كذا، اعمل جدول ليا ده اللي عليا، وابدا اذاكر واركز فيه. اللي ما بعد بقى النتيجة، والنتيجة دي مش بتاعتي، دي بتاعت الله عز وجل. حتى لو انا عملت اللي محدش عمله، الله عز وجل اللي كاتب لي هاخد الدرجات كذا، هعمل كذا. لو انا يقيني من جوه كان كده، هتصرف على الاساس ده وهتعامل على الاساس ده. لو انا يقيني من جوه بيقول لي ان لا، ان المهم النتيجة وان اصحابي هيشوفوا كذا وكذا، هروح في اتجاه تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين، يعني ايه بعيط من اقل كلمة؟ ما هو بعيط من اقل كلمة ده يعني انا اللي شخصيتي مهزوزة، انا اللي بسمح لاي حد رايح جاي يديني على دماغي فعيط، ومن غير ما يديني على دماغي. هو لو بص لي بصه وحشه، تلاقي بنت بتقولك انا يومي اتقلب علشان فلانه بصت لي بصه وحشه. ما تبص بصه وحشه. انا شخصيتي انا فين؟ انا ثقتي بنفسي فين؟ رؤيتي عن نفسي فين؟ لو انا شخص عارف نفسي عامل ازاي، واثق من نفسه، عارف اللي بيتميز بيه، مش هيفرق معايا اي كلام اي حد سواء سلبي او ايجابي. بنفرح بالكلام الايجابي، بس الكلام السلبي مش هيأثر عليا. وفي نفس الوقت الكلام الايجابي مش هيغير نظرتي لنفسي، مش هيخليني ان انا بعد ما مثلا كنت شايفه نفسي في مكانه اعلى من اللي هو الشخص ده قالها لي، هنزل المكانه الحلوه برضو اللي هو اللي عليها. لا، انا كده كده انا شخص عارف امكانياتي عامله ازاي، عارف انا ماشي ازاي، عارف انا بقدم ايه للناس، بقدم ايه لنفسي، بطيع الله عز وجل بطريقه عامله ازاي. فهمتي الفكره عامله ازاي؟ فان انت فين من كل ده؟ التغيرات اللي حوالينا بتقول ان احنا مش طول الوقت هنكون في وسط ناس ايجابيه، بتقول ان احنا مش طول الوقت هنكون محاطين بناس بتحبنا. فلازم اؤهل نفسي ان ما يكونش عندي حاجه اسمها هشاشه نفسيه. هشاشه نفسيه دي يعني اي حد معدي يلطش فيها عادي، وده مش صح. انتي محتاجه تفكري مع نفسك، انا مين اصلا في الجو ده كله؟ انا مين في وسط الناس دي؟ انا بعمل ايه في الدنيا دي؟ انا ايه هدفي من وجودي في الحياة دي؟ طب انا بذاكر ليه اصلا؟ ما هو انا لو بذاكر عشان اجيب نتيجة وادخل ثانوي، ده مش ده هدف حلو، بس مش ده الهدف الاساسي. لا، ده انا بذاكر علشان انا في الحتة دي عايزة اتفوق فيها، وعايزة اساعد فلان وفلان، وعايزة اعمل حاجة لديني، وحاجة لبلدي، وحاجة لجيراني. فهمتي؟ وحاجة لنفسي اولا. فين بقى كل ده؟ انتي محتاجة تفنطي ده. تمام. ان هما بتقولي في سنة شهادة وكده في الدرجة بتفرق بزمايلي الاتنين عمالين يتفقوا يدخلوا ثانوي، كلامهم يدل انهم اني اقل منهم. ايه اللي قالك ان كلامهم يدل على ان؟ بصي، خلينا متفقين، اي كلمة حتى لو بسيطة من غير قصد انتي هتاخديها على نفسك. عارفة انتي زي ما كنا بنقول للزوجات، تلاقي واحدة، والمثل ده انا بحب اضرب بيه كتير اوي. تلاقي واحده زوجه، ام، حماتها وبنتها قاعدين في الدور تحت، قاعدين مع بعض بيتكلموا. جت الزوجه دخلت فسكتوا. تقوم الزوجه عامله ايه؟ بيتكلموا عليا، انا مش عاجباهم اصلا، انا فيا وفيا. فبيبقى عندها بقى كذا اختيار: يا تكشر في وشهم وتطلع، يا تقعد معاهم من غير نفس، يا ترمي عليهم شويه كلام وهي لحد دلوقتي ما تعرفش ايه اللي حصل اصلا، يا تطلع فوق تنكد على الراجل الغلبان اللي فوق ده. فبكل المقاييس بوظت حياتها. في حين ان انا بكل بساطه لما اتعامل انا ما يخصنيش. واحده قاعده مع بنتها، ما يقولوا اللي يقولوه، والله بيقولوا عني حلو، كتر خيرهم.
بيقولوا وحش في حسناتي، في ميزان حسناتي. بس عارفه لو الموضوع اتخذ بالبساطه دي، ما يقولوا اللي يقولوه. وبعدين انا فيا ايه، او ايه الخوف مني من شخصيتي اللي يخلي حد يتكلم عليا اصلا؟ ولو حد اتكلم عليا ايه المشكله؟ احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر في السلوك نفسه او في كلام الناس اكتر ما بفكر في نفسي. يعني انا واحده عديت من الشارع، وواحده اتكلمت عليا كلمتين، اتنين صحابي واقفين وواحده اتكلموا عليا وانا ماشيه، مع ان انا ما سمعتهمش بس ممكن اكون سمعتهم مثلا، هيفرق معايا في ايه؟ ده هيقلل مني حاجه؟ خدت مني حته من دراعي وانا ماشيه؟ ما خدتش مني حاجه. لا، يوم ما تاخد يبقى انت اللي سمحت لها انها تاخد منك. فانت محتاجه تقوي شخصيتك الاول. وعلى فكره الموضوع ده مش كده، مش زي ما بقول لك كده، مش بالساهل. ده بتمارين وتدريبات كتير قوي على النفس، علشان تعرفي يعني ايه ما يفرقش معاكي حد بصلك بصه وحشه، ما قالكيش كلام وحش كمان. انت هتتعدي بقى المرحله. انت تخيلي الشخصيه اللي انت بتتكلمي عليها دي لما تبقي كمان حد بيقولك كلام وحش، انت موقفك هيبقى عامل ازاي؟ بيقولك، انت متخيله؟ بيقول بقى في وشك كده، هتتصرفي ازاي؟ احنا بنتكلم في حته ان هو بصتلك بس اقل كلمه بتعيطي. انا شخصيتي فين بقى؟ محتاجه تقوي شخصيتي جدا. بتقولي بيتجاهلوني في اي مشكله بيطلعوني غلطانه، يبقى انا محتاجه اعيد ترتيب اوراقي في الاشخاص دول. هل انا محتاجه اكمل معاهم ولا لا؟ هل دول اصلا يتناسبوا مع مبادئي، حياتي، شخصيتي، جوانبي الاجتماعيه، يتناسبوا مع نفسيتي، بيحبوني اصلا ولا لا؟ محتاجه اراجع ده. يا جماعة، يا جماعة، احنا ممكن نمشي لوحدنا سنين عمرنا كلها، ولا اننا نكون في وسط مجتمع او في وسط ناس اصحاب لمجرد ان احنا نتقال علينا ان احنا اصحاب. ناس بتأذي وبتتعبك وبتوقعك في نفسك كتير قوي، بتوقع حياتك علشان بس مبقاش لوحدي. لا، انتي تمشي لوحدك اكرم لك. فانتي محتاجة تعملي ترتيب ليهم برضو. الناس دي مين؟ الناس دي عاملة ازاي في حياتي؟ الناس دي مناسباني اصلا؟ الناس دول بقوا صحابي على اي اساس؟ على اساس العشم، ولا على اساس ان هم فعلا قدموا مواقف؟ طيب، بيطلعوكي غلطانه، حتى لو انت مش غلطانه. طب احنا بنتناقش، طب احنا بنتكلم، الموقف ده حصل كام مره، فاقول خلاص استوب كده، معلش انا مش هقدر اكمل على الطريقه دي، انتوا دايما بتعملوا كذا وكذا وكذا، واتكلم واقول، ما بنسحبش وما بنمشيش. بقول انتوا عملتوا كذا كذا كذا، بعد اذنكم مش هقدر اكمل على الطريقه دي، فيا هنتعدل ونتعامل بطريقه كويسه وتقدروني ونحط مواقف، وتبداي بقى تعدي من المواقف. يا اما خلاص بنعد البني ادمين في حياتنا من مواقفهم، مش من حبنا ليهم، مش من تعلقنا بيهم، من المواقف اللي بتحصل منهم.